السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد جيمز. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم عندنا كيف تحول الصندوق إلى أي بلوك بماينكرافت. يعني السادس مثلا هذا الصندوق اللي ورايا أقدر أحوله لأي بلوك. مثلا أقدر أحوله لابس، أقدر أحوله ريدستون، أقدر أحوله هيجي، تقدر تحوله بأي شيء. يعني شرح بسيط جدا وما يحتاج لتعب. فيلا خلينا نبدي المقطع. طبعا شباب الأشياء نحتاجها اللي هي بلوكة ستون، وأي بلوكة تريدها. مثلا خلينا نقول نريد نحوله، خلينا أجيب لكم بلوكة مثلا صعب الواحد يعرف عنها. مثلا نجيب خشب، نحتاج أي بلوكة، والبلوكة اللي تريد تحولها لصندوق، وريل اللي السكة الحديدية بس أم الخشب يعني جوزية، وماينكارت هاي العربانة أم التشيست. هاي عربانة أم التشيست. طبعا هاي العربانة أم التشيست تلقوها تدخلون على السيف، وبالسطر الثاني خامس وحدة على اليسار. فعشان نحتاج ستون، والبلوكة اللي تحولها إلى تشيست، وريل، وماينكارت اللي بيه تشيست وتشيست عادي. ونحتاج بستون، تبغوا مستك بستون وبلوكة ريدستون. فخلينا هسه نبنيها. نسوي نبني 3 بلوكات، 1 2 3. نجرها وحدة منها زي هيجي، تخلي وحدة بالنص، يصير مثل الكرسي تقريبا، مثل الكرسي. بعدين شو تجيب، تخلي هاي بالنص، يصير هيجي مجسم 3 في 2. وتجي تخلي هنا الريل ما يصير هيك، لازم يكون عدل. يعني ما يصير هيك، حاولوا تغيرون الاتجاه. بس احنا خلينا نقص هاي منها ونسوي هاي هيك، ونخلي هاي منها تصير. شوفها اي صارت. شوفوا لازم هيك يكون اتجاهها، مو مثلا هيك بالعكس. لا، ما يصير هيك بالعكس، لازم يكون اتجاهها هيك عدل. تجيبون ماينكارت تخلوا عليه البيتشز وتكسرون هاي الجوا، هاي عفو بعدين اخذوه. فراح تصير هيجي واقعة بالقاع. هسه تجيبون الستيك بستون، هنا وحدة هنا، وتجيبون هسه لازم تخلون واحدة من الستيك بستون هيج جوا، وتجيبون البلوكة اللي تريدوها. مثلا بلوكة خشب عمود يعني ما تبين، فتجيبون اي شي يشغل الستيك بستون او البستون وريدستون، تسووا بس انكبست عليها. فهسه شو تسوون، ومرات تطلع لكم هنا مثل ماينكارت سودا، انتو ما عليكم غير بس تدفعوها هيك تطب جوا، فتكسرون هذا كليته. فهسه مثلا واهم شي انه ما تروحون تظلون دايسين عليه. اذا تظلون دايسين على الخشبة، قصدي اذا تدوسون مرة واحدة عليها مثلا هيجي ما يصير، لازم تظلون هيج دايسين عليها. هاي ما عليكم بيه، يعني فهمتوا؟ يعني لازم هسه تروحون مثلا، اعتبروا هذا بيتكم، تروحون يعني ما حد يدري انه هاي تشيست، تروحون توقفون عليه تظلون دايسين، راح ينفتح التشيست، تخلي اي شي بي. مثلا رحت جيت افتريت، تجي لما تريد تاخذ الاشياء تظل دايس عليه راح تاخذها. فلازم تظل دايس عليه البلوك، مو تدوسه مرة واحدة. شوفوا هسه اذا ادوسه مرة واحدة راحت، شوفوا
راحت. يعني لازم تظل دايس عليها، مو يعني تدوس عليها مرة واحدة وتوقفها. طبعا اوكي شباب، مثل ما تشوفون لأن وصلنا نهاية المقطع. أتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة. كان معكم أحمد جيمز، ونشوفكم في مقطع جديد. مع السلامة.